فرزات. سيادة العميد، اليوم قسد ماضية بالخروقات تجاه أي تفاهم، تجاه أي اتفاق تطرحه الدولة السورية ضمن رؤية الحل. برأيك لماذا تصر قسد على هذه الخروقات؟ بالضبط، دعني أصل إلى الهدف الذي بدأناه في بداية الحلقة. في الحقيقة قسد تتبنى فكر أوجلاني، الفكر الذي يقوم على نظام اجتماعي لا دولة، ويعتمد على فكر فيدرالي وإنشاء إدارات ذاتية، لا يؤمن بفكر الدولة. فكر قسد جميعه وكامله هو من فكر أوجلان الذي لا يعتمد ولا فكر الدولة، حتى الدولة القومية، يعتمد على الديمقراطية. الديمقراطية بالقوة، بالغصب. كل من يعارض ديمقراطية أوجلان وحزب البي كي كي فهو خارج هذا البناء الاجتماعي. لذلك هنا زبدة الحديث، إن أفكار جماعة قسد وقيادة قسد لا تؤمن بالخضوع للدولة السورية، بل تؤمن بأفكار إدارة ذاتية انفصالية عابرة للدولة السورية وللجزيرة السورية. من هنا ندرك أنهم لا يمكن ولا بأي شكل أن يوافقوا على الاتفاقيات أو على المبادئ أو على اتفاق 10 من آذار أو اتفاق 18 من هذا الشهر. لذلك عندهم عقدة أساسية. إضافة إلى ذلك، أن مجموعة قسد اليوم هي عبارة عن بقايا فلول النظام الهاربين الذين تنتظرهم العدالة الانتقالية في سوريا. إضافة إلى ذلك عناصر بي كي كي القادمون من تركيا، عناصر من مجرمين قنديل. هؤلاء ليس لهم مأوى وليس لهم مكان ولا إلا مستنقع الإجرام والقتل. لذلك سيحافظون بشتى الوسائل على نقض العهود والاتفاقيات واستمرار الصراع. لذلك نراهم يطلقون السجون أحيانا، ومن ثم يقومون بأعمال القنص، ومن ثم ينقضون العهد، ومن ثم يستخدمون الطائرات المسيرة. كل ذلك يعبر عن إجرامهم وفكرهم الأوجلاني القادم من تركيا، والذي لا يعتمد بناء الدولة ولا الخضوع لدولة، لا سواء دولة سورية ولا تركية ولا عراقية ولا دولة كردية حتى قومية. أفكار أوجلان في البداية كانت عبارة عن قيام دولة قومية كردية، ولكن في الأخير تحولت هذه الأفكار إلى قومية طيب، إذن ديمقراطية يعني تؤمن اليوم بمبدأ الإدارة سيادة الذاتية العميد، وليست دولة قطعا. طيب سيادة العميد، رغم كل الفرص التي تمنحها الدولة السورية في إطار الحل، قسد لا تلتزم ولا تعود إلى هذا المسار. أريد أن أنتقل إلى سيد يوسف كردوش، وهو